يا مساء الفل على كل عشاق ليفربول ومحمد صلاح. قبل أي حاجة زي ما تعودنا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاح، دموع الفوز ودموع الوفاء. معاكم أخوكم نسر التحليل، ورجعنا لكم تاني عشان نغوص في أعماق الإثارة الكروية. ليفربول عملها، فوز ناري 4-2 على بورنموث في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز. بداية موسم ولا أروع، لكن يا ترى إيه قصة بكاء محمد صلاح اللي هزت السوشيال ميديا؟ هل هي دموع فرحة بالفوز ولا وراها حكاية تانية؟ صلي على النبي في الكومنتات وخليك معايا للآخر علشان أقول لك كل التفاصيل المثيرة. اللايك والاشتراك عشان احنا بنتعب في المحتوى عشان يوصلك بشكل بسيط وسهل. يلا بينا. تصريحات صلاح، فرحة الفوز ورسالة للمنافسين. انتهت وبعد الفوز ده خرج نجمنا المصري محمد صلاح بتصريحات مليئة بالعواطف والحماس، بيعبر فيها عن فرحته الكبيرة بالانتصار اللي بيعتبره خطوة أولى مهمة في مش مجرد 3 نقط. دي إشارة إيجابية للي جاي في الموسم الطويل المليان تحديات. أضاف إن الفريق عارف كويس صعوبة المنافسة في البريمير ليج، وإنه بينافس أندية عملاقة زي مانشستر سيتي وأرسنال قوية، وأشار إلى إن الفوز في المباراة الافتتاحية بيعزز من الثقة الجماعية للفريق وبيرسل رسالة قوية للمنافسين. التصريحات دي بتعكس شخصية صلاح كقائد ميداني بيفكر في المستقبل، واللي أصبح رمز للاستمرارية في ليفربول من ساعة ما انضم للفريق، لأنه سجل أكتر من 200 هدف في الدوري وحقق ألقاب كتير سواء في الدوري أو في المنافسات الأوروبية. إشادة صلاح بزملائه ودور المدرب سلوت. محمد صلاح أشاد بشكل خاص بزملائه في الفريق اللي ظهروا الروح قتالية يتكيفوا مع الظروف ويرجعوا بقوة عشان يضمنوا النتيجة الإيجابية. أكد إن الروح القتالية دي هي اللي بتميز ليفربول عن غيره من الفرق، وأشار لأداء المدافعين في صد الهجمات والمهاجمين في استغلال الفرص، بالإضافة لخط الوسط اللي سيطر على إيقاع اللعب. ذكر أسماء بعض الزملاء زي فيرجيل فان تمريرات دقيقة، واعتبر إن الجهد الجماعي هو سر النجاح في ماتشات زي دي بتجمع بين الخبرة والشباب، وإن الإصرار على الفوز لحد اللحظات الأخيرة بيعكس الثقافة اللي بناها النادي على مر السنين. في تصريحاته صلاح منسيش الدور المدرب أرن سلوت اللي دخل تعديلات تكتيكية ساعدت في قلب الموازين، وأكد إن الفريق بيتطور يوم بعد يوم تحت قيادته. الإشادة دي بتيجي في وقت ليفربول بيشهد فيه انتقال ثالث بعد عصر يورجن كلوب، وصلاح شايف إن اللاعبين ملتزمين بتحقيق النجاحات عشان يرضوا الجماهير ويحافظوا على مكانة النادي كواحد من أعظم الأندية في العالم. بشكل عام كلمات صلاح بتعكس الاحترام المتبادل داخل الفريق، وده اللي بيعزز الانسجام اللي بيظهر على أرض الملعب. اللقطة العاطفية، بكاء صلاح وتكريمه لجوتا. كان أبرز ما في تصريحات صلاح حديثه عن اللقطة العاطفية اللي شهدت بكاءه بعد انتهاء المباراة مع جماهير ليفربول، واللي كان التكريم لوفاة الزميل المرتغالي ديوغو جوتا. صلاح اللي ما تملكش دموع قدام آلاف المشجعين وضح إن اللحظة دي كانت عفوية ونابعة من قلبه، لأنها أثارت ذكريات جوتا اللي توفى في ظروف حزينة، وده اللي أثر على الكل في النادي. أضاف إن البكاء ما كانش مجرد تعبير عن الحزن، بل كان تذكير بأهمية الروابط الإنسانية في عالم كرة القدم، حيث بيقضي اللاعبين سنين طويلة مع بعض بيشاركوا الفرح والألم. صلاح اتكلم عن إن جماهير ليفربول شاركته في اللحظة دي ورددوا أغاني تكريم جوتا، وده اللي خلى المشهد أكثر تأثيراً وإنسانية. اللقطة دي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، والكل أشاد بيها كدليل على عمق شخصية صلاح خارج الملعب. في سياق حديثه أكد صلاح إن لحظات زي دي بتخلي اللاعبين يقدروا الحياة أكتر، وإنها بتفكرهم إن كرة القدم مش مجرد رياضة، بل هي جزء من حياتهم اليومية. البكاء ده بيجي في وقت الفريق بيحاول يتجاوز الصدمة، لكنه بيظهر إن الذكريات بتفضل حية، ذكريات لا تنسى وتمنيات قلبية. أكد صلاح في تصريحاته إنه لسه بيتذكر ديوغو جوتا ومش هينساه أبداً، وأشار للحظات العظيمة والرائعة اللي عاشها معاه خلال سنينه في ليفربول. ذكر جوتا إنه كان شريك مثالي في الهجوم وساهم في أهداف حاسمة كتير، وساعد الفريق يفوز بألقاب زي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. أضاف إن اللحظات اللي بيتذكرها بتشمل الاحتفالات بعد المباريات والتدريبات اليومية والدعم المتبادل في الأوقات الصعبة، وده اللي خلى علاقتهم أقرب للأخوة لاعبين الشباب بفضل مهاراته وروحه القتالية، وإن غيابه بيترك فراغ كبير في الفريق. التصريحات دي بتعكس جانب شخصي من صلاح اللي معروف بتعلقه بعائلته وأصدقائه، وبتظهر إنه بيحمل في قلبه ذكريات كتير
بتشكل شخصيته كلاعب وإنسان. في النهاية أكد صلاح إن اللحظات العظيمة دي هتفضل محفورة في ذاكرته، وإنها بتدفعه للاستمرار في التألق تكريما لمن غادروا. أنهى محمد صلاح تصريحاته بتمنياته لزوجة ديوجو جوتا وأطفاله كل التوفيق، وعبر عن تضامنه مع عائلته في الظروف الصعبة دي. قال صلاح إنه بيدعي ليهم بالصبر والقوة، وإنه بيأمل إنهم يلاقوا السلام بعد الخسارة المؤلمة دي، مشيرا إلى أن النادي والجماهير هيفضلوا دايما داعمين ليهم. أضاف إن جوتا كان أب محب وزوج مخلص، وإن عائلته تستحق كل الدعم الممكن من النادي ومن المجتمع الرياضي. صلاح أعرب عن رغبته في زيارة العائلة لو أمكن عشان يشاركهم ذكرياته الشخصية عن جوتا، معتبرا إن ده جزء من الوفاء لصديق فقده. التمنيات دي بتيجي كختام عاطفي لتصريحاته اللي مزجت بين الفرح الرياضي والحزن الإنساني، وده اللي خلاها أكتر تأثيرا على الجماهير. ويبدو إن محمد صلاح مش مجرد لاعب كرة قدم، بل هو شخصية إنسانية بتلهم الآخرين بصدق عواطفه وتفانيه. وهذا الفوز في افتتاح الدوري قد يكون بداية لموسم يحمل الكثير من الإنجازات تكريما للذكريات الجميلة. إذا أعجبكم هذا الفيديو من قناتكم نسر التحليل، فلا تنسوا تسجيل الإعجاب ومشاركته مع أصدقائكم. ننتظركم في صندوق التعليقات لمعرفة رأيكم حول فيديو اليوم. شكرا لكم أصدقائي الغاليين.